ريال مدريد عاملين فرقة كورة النار حرفيا. صعب تلاقي فرقة تانية في العالم دلوقتي فيها نفس كمية النجوم اللي عندهم. عندك فينيسيوس جونيور، جود بلينجهام، رودريجو، كيليان امبابي واندريك، وكل دول في الهجوم. بس بجد مش مهم الناس بتسميهم ايه، بس خلينا نعترف ان الفرقة دي هي الجلاكتيكوس الجديدة. بس تخيل كده كل النجوم دول والفريق لسه ناقصه حاجة. يمكن يبان الكلام غريب شوية بس هي دي الحقيقة. البازل الخطير ده لسه فيه قطعة ناقصة، ولازم ريال مدريد يشتري اللاعب ده علشان الجلاكتيكوس دي تشتغل زي ما بيقول الكتاب. طب مين اللاعب ده؟ هقول لك دلوقتي. بص بقى يا سيدي، الفرقة دي فيها جري، مهارات، تهديف، لعب مباشر، تسديد من بعيد، ضربات راس، اي حاجة تخطر على بالك. بس اللي ناقصهم حاليا هو لاعب صانع لعب طبيعي، يوزع كورة كتير ويعمل تمريرات طويلة دقيقة. السنة اللي فاتت واللي قبلها ما كانش عندهم المشكلة دي، لان مودريتش وتوني كروس كانوا شايلين الجزء ده. في الموسم اللي فات في الدوري الاسباني كروس كان اكتر لاعب بيعمل كرات طويلة دقيقة، وكمان صاحب اعلى دقة تمرير، وكان من ضمن افضل 5 لعيبة في الباصات المؤثرة في الثلث الاخير، وصنع فرص كتير، وكان ضمن التوب 6 في التمريرات عموما. حتى مودريتش رغم انه ما لعبش كتير كان في التوب 10 من حيث خلق الفرص في الدوري الاسباني. الاثنين دول كانوا بيعرفوا يفتحوا اي ماتش بطرق لعبهم المختلفه، ودايما كان عندك امل انهم هيطلعوا بحاجه من ولا حاجه. لكن دلوقتي توني كروس اعتزل ومودريتش دوره بقى اقل بكتير، فالفريق محتاج لاعب يجي يسد الفراغ الكبير ده في التمرير وصناعه اللعب. عارفين مين اللاعب ده؟ بالظبط هو ترينت الكسندر ارنولد. هو مش لعيب وسط، بس من غير شك واحد من احسن اللي بيعملوا باصات وصناعه فرص في الكره الحديثه. في موسم 2022 2023 كان اكتر مدافع عامل اسيستات في الدوري الانجليزي، وكمان كان ضمن التوب 10 على مستوى كل اللعيبه. ده حتى كان المدافع اللي خلق اكبر عدد فرص كبيره في الموسم، ومفيش غير برونو فرنانديز ودي بروين اللي خلقوا فرص اكتر منه في الدوري كله. يعني رغم انه مدافع دايما في منافسه مع احسن صناع اللعب في العالم. وعلى فكرة ترينت كان تاني اكتر واحد عمل كور عرضية دقيقة وتمريرات في نص ملعب الخصم في نفس الموسم. كل الارقام دي بتقول ان الراجل ده رغم انه مدافع فهو خطر هجومي كبير جدا. وما تنساش كمان ان ليفربول ما كانوش في افضل حالاتهم الموسم اللي فات، ومع ذلك ترند قدر يطلع الارقام دي، وده يزود اعجابنا بيه اكتر. ولانه كان مصاب وما خدش وقت كفايه في الملعب، فالوحيد اللي كان بيجيب اجوان في الفرقه ساعتها كان محمد صلاح، اللي اصلا بيلعب في نفس الجبهه اللي بيلعب فيها الكسندر ارنولد. ساديو ماني كان مشي، وفيرمينيو كان دوره ثانوي، وداروين نونيز لسه سمعته زي الزفت انه بيضيع فرص كتيره. فكتير من الفرص اللي ترينت كان بيخلقها كانت بتضيع لان مفيش حد بيكمل عليها. بس تخيل كده ترينت في فرقه زي ريال مدريد واللي قدامه ناس زي فينيسيوس، بلينجهام، رودريجو، اندريك، وطبعا امبابي، ساعتها اكيد هيبقى عنده اكتر عدد اسيستات في الليجا، وده مش مجرد حلم. ايوه ارنولد ابن ليفربول، ومن وهو عنده 6 سنين وهو في النادي، وحقق معاهم كل حاجه ممكن تتعمل في البريمير ليج والتشامبيونز ليج. بس هنا بقى الفرصه لريال مدريد. ترينت خلاص اثبت انه واحد من احسن الباك يمين في العالم، وحقق كل حاجه تقريبا في انجلترا. ما تنساش انه لسه 25 سنه وادى 8 سنين من عمره للفريق الاول، و20 سنه من حياته للنادي، فممكن يكون شايف انه كده وفى وخلاص. والفكره بقى عقد ترينت مع ليفربول هيخلص في 2025، يعني لو ما جددش ليفربول اما يبيعوه الصيف ده يا اما يخسروه ببلاش السنه الجايه، وخصوصا بعد ما باريس سان جيرمان خسروا مبابي من غير ما يستفيدوا بحاجه، ممكن ليفربول يلاقوا نفسهم مضطرين يبيعوه. اللي مؤكد بقى ان ترينت هيبقى صفقه مثاليه لريال مدريد. غير الابداع بتاعه اللي اتكلمنا عنه كتير، هو كمان واحد من احسن الباك يمين حاليا، والمركز ده ريال مدريد لسه مش ضامنين له المستقبل. داني كارفاخال خدم النادي بكل اخلاص، بس الراجل في الثلاثينات دلوقتي وشكله مش هيكمل كتير، وكمان كونه هيبقى الكابتن الموسم الجاي ممكن يخلي جمهور مدريد حاسس ان دي اخر محطه ليه. ليه بنقول كده؟ فناتشو مشي السنه دي، وبنزيما مشي في 2023، ومارسيلو في 2022، وراموس في 2021. فلو النمط ده كمل كارفاخال ممكن يكون اللي عليه الدور السنه الجايه بعد 12 سنه خدمه. ولو ده حصل مدريد لازم يكونوا جاهزين، ومفيش احسن من انك تستبدل واحد من افضل الباك يمين في العالم بواحد من افضل الباك يمين حاليا. والغريب ان مدريد دلوقتي ما عندهمش حد بيجهز ياخد مكان كارفاخال، لكن لما كان عندهم كازيميرو وكروس ومودريتش جابوا تشاوميني وكامافينجا وخلوا فالفيردي يطلع. لما بيل مشي جابوا رودريجو، وقبل ما راموس يمشي جابوا ميليتاو، ومندي جه قبل ما مارسيلو يسيبهم، وفينيسيوس جه وقت ما رونالدو كان ماشي. دي عاده ريال مدريد دايما بيجهزوا للمستقبل، وعلشان كده احنا شايفين ان ترينت هيكون مناسب في المكان ده. وطبعا مدريد قادرين يجيبوا اي لاعب عايزينه. ما قدروش يجيبوا ستيفن جيرارد زمان، بس حتى
جيرارد نفسه اعترف ان العرض كان مغري جدا، مش كل واحد يقدر يقول لا لريال مدريد. وفي سبب تاني كبير اللي ممكن يكون ترينت عايز يمشي علشانه، وهو رحيل يورجن كلوب. كلوب هو اللي اداله الفرصه الاولى وهو عنده 18 سنه وامن بيه ورباه كرويا، كان بالنسبه له زي اب، وعلشان كده ترينت كان بيعيط في وداع كلوب في الانفيلد. ومن ساعه ما كلوب مشي مستقبل لعيبه كتير بقى مش واضح، زي صلاح اللي جدد خلاص، وفيرجيل فان دايك مثلا مستقبلهم ما كانش مضمون. كلوب كان اللزقه اللي لما الفريق. وعلى فكره مش كتير من الانجليز بيروحوا اسبانيا، وده حقيقي، بس اللي عمله بلينجهام غير الصوره دي. رغم كل العروض من انجلترا راح مدريد وقدم موسم خرافي، ده اكيد شجع لعيبه انجليز تانية تاخد نفس الخطوه. وترينت وبلينجهام اصحاب جدا، وعلاقتهم باينه في اي تجمع للمنتخب، وشفنا احتفالهم سوا بعد ما بلينجهام جاب جون في يورو 2024. متاكدين ان بلينجهام كان بيقنعه يجي ريال مدريد طول البطوله، فترينت هيندمج بسرعه. غير بلينجهام في لعيبه في الفريق بيتكلموا انجليزي زي تشاوميني ومبابي والابا وكامافينجا، فمفيش حاجز اللغه. كمان اغلب لعيبه ريال مدريد سنهم قريب من ترينت، ودي حاجه بتسهل الاندماج بشكل كبير. زمان اوديجارد فشل في مدريد لانه دخل فريق كله لعيبه اكبر منه، انما ترينت مش هيعاني من الحته دي. من اي زاويه تبص عليها ترينت الكسندر ارنولد صفقه مثاليه لريال مدريد، هيكمل الفريق اللي شكله مرعب على الورق وهيرفع مستواهم لمستوى مجنون. وفي سبب كمان يخلي ريال مدريد يجيب الكسندر ارنولد، وهو مبابي. بعد 7 سنين مطارده جابوه اخيرا، ودلوقتي لازم يوفروا له كل اللي يخليه يلعب بافضل مستوى. ومبابي بنفسه قال انه علشان يلعب بافضل مستوى محتاج لاعب زي ترينت. زمان لما كان صغير اللي كان بيميزه هو الجري والسرعه المجنونه، وده كان بيخلي المدافعين يتهزوا. في كاس العالم 2018 ولع الدنيا بالسرعه بتاعته، وكان سبب رئيسي في فوز فرنسا، بس من وقتها بطل يجري الجري اللي كان بيجريه في الاول. ولما سالوه في اليورو قال انه بطل يجري كده لان بوجبا اللي كان بيبعت له الباصات الطويله ما بقاش موجود، وده معناه انه محتاج واحد يقدر يوصله بالكوره في العمق. كروس كان مثالي في الحته دي بس خلاص اعتزل، وبوجبا مش هينفع يتجاب، عشان كده مدريد لازم يروحوا لافضل بديل وهو ترينت الكسندر ارنولد. ترينت بيلعب في مركز الباك يمين، ومبابي هيكون بيلعب في النص او على الطرف الشمال مع ريال مدريد، وده بيخلي الباصات بينهم تبقى سهله جدا. ترينت بيجيد الكرات العرضيه الطويله، فلو مبابي ناوي يجري ويعمل تحركات ترينت اكيد هيبقى موجود علشان يبعت له الكرات دي بدقه. وفي اوقات تانية هتلاقيه طالع لقدام على الجنب اليمين بيعمل عرضيات خطيره جوه ال 18 لاي حد، سواء مبابي او بلينجهام او اي حد بيخش الصندوق. كمان ترينت ممكن ياخد مكان كروس في الكرات الثابته. ريال مدريد عندهم لعيبه جامده، بس بعد ما كروس مشي مفيش كتير يعرفوا يلعبوا فاولات او كورنرات صح. امبابي وفيني وبلينجهام مهاجمين ممتازين، بس مش هم اللي تحطهم ورا الفاول، انما ترينت لا، ترينت هو الراجل المناسب اللي يشوط الفاولات ويعمل كورنرات زي الكتاب ما بيقول. لو مدريد جابوه مش هيحسوا بغياب كروس من ناحيه الكرات الثابته، فاحنا كده اثبتنا ان ترينت من الناحيه الخططيه والتكتيكيه مناسب جدا لريال مدريد. وعايز اقول لك كمان هو من ناحيه الشخصيه والثقافه فهو لايق على النادي جدا. ريال مدريد نادي كله بطولات، وكل اللي بيلعبوا له عندهم عقليه الفوز، وترينت عنده ده بزياده. الراجل خلص كل البطولات اللي ممكن يكسبها على مستوى الانديه وهو 23 سنه بس، تخيل. وده مش بس علشان كان في فريق بيكسب، لا هو نفسه كان من احسن اللعيبه اللي بتقود الفريق البطولات دي. دخل تشكيل السنه في الدوري الانجليزي 3 مرات، وتشكيل دوري الابطال مره، وتشكيل الفيفا العالميه مره، واخد لاعب الشهر مرتين، وافضل لاعب شاب في الدوري مره. ترينت دايما بيكون من اللعيبه اللي بترفع الفريق لفوق ومش بيستسلم بسهوله. لما ليفربول بيكونوا متاخرين هو دايما بيحاول ويجرب حاجات عشان يرجع الفريق في الماتش، وكلنا شفناه وهو بيعمل واحده من اعظم الاسيستات في تاريخ دوري الابطال ضد برشلونه في الريمونتادا الشهيره سنه 2019. وبما اننا جبنا سيره برشلونه، دايما بيبقى ميزه ان اللاعب اللي ريال مدريد عايزين يجيبوه يكون عنده لحظه تاريخيه ضد برشلونه، ومفيش لحظه اكبر من لحظه ارنولد وهو بيعمل الاسيست ده قدام برشلونه. يعني من كل الزوايا ترينت الكسندر ارنولد هيكون اضافه مثاليه لريال مدريد، هم محتاجينه، وهو كمان في مرحله ممكن يكون محتاج التحدي ده. ريال مدريد لازم يخلصوا الصفقه دي. بس انت شايف ايه؟ هل تفتكر انه قادر يكمل الجلاكتوس الجديد؟ اكتب لنا رايك في الكومنتات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واستنونا في حلقات جايه كتير.